السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وفي اسعد حال. النهارده طبعا عملت حاجة بسيطة وسهلة جدا، كنت متوقعاها صعبة، يعني إن انا اعملها صعبة وهتطول معايا وهتاخد وقت معايا. بس اتلاقيتها بالعكس سهلة جدا ووفرت عليا وعلى بيتي. ليه؟ لان جبت الامكانيات موجودة عندي. جبت ب5 جنيه فرماسي شوكولاتة، ب5 جنيه فرماسي الوان، والدنيا والدقيق عندي موجود، وبيكنج باودر، على بيضتين، على سمنة، يعني الدنيا الامور كانت تمام. بدل ما كل شوية رايحين جايين على البقالة، هاتي شيبسي، هات كراتيه. فيوم ما عملت العملة دي صراحة وفرت عليا، ولا حد اشترى من بره ولا حد جاب من اي حاجة. بالعكس وفرت معايا، وما شاء الله كلوا وشبعوا، ومحدش طلب اي حاجة النهاردة ما جابوهاش. طبعا عايزة اقول لكم الحاجة اللي عندي موجودة واللي عملناها وسهلة جدا. ده جبت 4 كوباية دقيق، على كوبايتين لبن، على شوية نص كوباية سمن. دي زبدة أنا سايحاها أو السمنة مش مشكلة. حطيت طبعا اللبن كده، الأربع اللي عبارة عن كوبايتين لبن، هم كوبايتين لبن حطيناهم. وحطينا معلقتين سكر. وهنحط طبعا البيكنج باودر، ده الانجل ده صراحة جميل جدا جدا جدا. ده صراحة يعني مفعوله سحر، يعني الحاجة تكون بص، يعني متاخدش معاكي 5 دقايق وتلاقيها خمرت معاكي. الخميرة سواء كان الخميرة او البيكنج باودر، صراحة مفعوله سريع جدا وسهل جدا. طبعا اللي عاوز الوصف البيكنج باودر ده اللي هو عبارة عن انجل، ده طبعا محطوط في اللينك. معلش يا جماعة غصب عني. المهم، زي ما قلت لكم البيكنج باودر ده جميل جدا. حطينا طبعا اللبن مع الخميرة او السكر والكلام ده. حطينا البيكنج، شايفين الفورين انتوا بيفور ازاي؟ وده الخميرة. حطينا كيس خميرة مع كيس بيكنج باودر. ده الزبدة، نص كوباية زبدة او سمنة. ده نص كوباية زبدة او سمنة. ده بيضتين، دول حطاهم. يا رب تكونوا لقيت اللي قدامكم المقادير موصول، يعني سامعينها كويس. وده ذرة ملح، ده بيظبط المعادلة دي. الملح ده بيظبط المعادلة على الآخر. ولازم سنة الخل دي معانا عشان ايه؟ يزيد معانا ايه؟ التفاعل بتاع الخميرة. انتوا عارفين الشتاء طبعا لازم تحتاج وقت في الخميرة. فدي ما حطينا نحن الخل وحطينا الخميرة والكلام والبيكنج باودر، هيسرع معانا في مفعول التخمير. شايفين الفوران انتوا بيفور معانا ازاي؟ دول هندوبوهم مع بعض. شايفين منظر اللبن مع الزبدة او السمنة الموجود ما عنديكي، مع الخميرة والبيكنج باودر والسكر والملح، دول اهم حاجة. دول اكيد موجودين في كل بيت، مش محتاجين اي حاجة. هنحط ال4 كوبايات دقيق. ده دقيق فاخر طبعا، انتوا عارفين يعني ده بتاع المخبوزات يعني كويس خالص. دقيق الفينو ده حطيناه وهنعجنه خالص. ده متلمي بيه العجينة. هتحتاج انتوا كل ما هتتلاقوا العجينة ما هي معاكم، اكيد هتحطوا ايه؟ دقيق معاكم لحد ما تتظبط خالص معاكم وهتتلم العجينة. عرفتش الصراحة اعجن بالجوينت، فخلعت يعني الواحد بياخد راحته صراحة في يده. شوف لميتها ازاي. انتوا عارفين الزبدة دي بتلم او السمنة بتلم العجينة وبتخليها سهلة معاكم على الاخر في العجنة، وفي نفس الوقت بتطري معاكي الحاجة. اي مخبوزات بتحطي لها زبدة او زيت او سمنة بتطري معاكي العجينة، وبتريحي على الاخر في اي مخبوزات، في الخميرة بالذات. انا عجنتها كده على الاخر وهغطيها كده. غطيتها هسيبها كده ساعة وهترتاح معايا، وبعد كده تخمر وهطلعها. شوف انا طلعتها. معلش يعني هي اتقطعت، انا كنت عاوزه اطلعها من الحله واوريها لكم، بس معلش هي اتنست شكلها كده. استعجلت في تصويرها. طبعا انا طلعتها كده وتلاقيتها ما شاء الله هي خمرت معايا، فهبدا اقطع فيها يعني. كده هفرضها خالص معاكم بشويه الدقيق. شوفوا ما شاء الله ازاي يعني ايه بتتفرط معايا بكل سهوله، لان هنا كده اتخمرت حلوه خالص معايا وارتاحت، وفي نفس الوقت يعني بلمها من هنا ومن هنا، ومعايا طلعت كبيره وحلوه خالص. شايفين الغطا بتاع التوابل؟ والله يا جماعه يعني ده بتاع توابل. عندك كوبايه قطعي بيها، عندك غطا دي. انا ليه خدت الغطا ده؟ لانه سانن يعني في القطيعه بتاعته، انا ما عنديش قطاعه. فعندك كوبايه كويس، عندك غطا زي كده قطع معاكي بكل سهوله. والله الموضوع ما خد معايا يعني اقول لكم ايه، ساعه ونص، ساعه تخميره ونص ساعه يعني الجلي والقطيع والكلام ده.
والله وهيوفر معاك، وكل اللي داخل طالع يعني هيدعي لك باكلته. لان صراحه هي جميله، يعني ناس كتيره اكلت منها. وكويس ان احلى حاجه انها ما شربتش زيت معايا، الزيت زي ما هو. انا طبعا هسيبها دي يعني ايه 10 دقايق بس ترتاح، وفي نفس الوقت تخمر معايا. طبعا هيكون لميت الدنيا دي كلها دي. شوف ما شاء الله بتتقطع معاكي ازاي بكل سهوله. وهسيبها يعني ترتاح، وفي نفس الوقت هسيبها تخمر تاني عشان تعلى. دي هتتلم العجينه، مش هسيبها طبعا، هتتلم ولازم هسيبها تخمر تاني. يعني شوف 4 كوبايات هتعمل معاكي كميه كتيره. وادي ازازه الغطا الزيت قطعناها وزي الفل. عايزه تقطعيها بصابعك برضو قطعيها، ما فيش مشكله. دي قطعتها بالغطا، او ممكن تقطعيها بصابعك يعني تنخريها كده بصابعك. شوفي ما خمرت معاكي ازاي، عليت معاكي. الكورة دي محدش يرميها، ده هتتجيله وهتبقى احلى حاجة دي فيها. يا رب ان شاء الله هتعملوها هتعجبكم على الاخر، وهتلاقوها سهلة جدا زي ما بحكي لكم، وسهلة وموفرة على الاخر. كل اللي ما عنديكي بس هو شد كسل. المصيبة في احنا فينا الشتا دي محتاجة اكل ومحتاجة مجهود منكم، بس ده هيدفي معانا وهيشبع. بس هي عاوزة شد شجاعة كده مننا، نتحرك شوية ونتحى. دي غطيتها اسيبها لحد ما تستوي. انا بسخن الزيت كده. شوف خمرت ازاي، الله اكبر عليه ما شاء الله. لا حلوة تمام والله حلوة. أنا والله أنا ما بشوفش الحاجة حلوة غير ما بصورها يا جماعة. ما بشوفهاش في المطبخ، بشوفها وأنا ما بصورها كده وبتكلم. شايفين ما شاء الله عليت إزاي. ها بدأت تنفخ كده وتفنش. يا سلام على تكات وحلوات. نقعد نقلب فيها يمين شمال. لا حلوة والله، ما بتشرب زيت خالص. ما تخلوش العجينة رقيقة. عارفة لو خليتوا العجينة رقيقة أو مهتوها وانتوا بتعجنوا، عارفة هتشرب معاكم زيت خالص. أما لازم تكون العجينة حلوة يعني، ولا تخينة على الآخر ولا ماهية على الآخر. شوفي اتحمرت وبقت زي الفل. عارفة لو فتحتوها دي هتتلاقوها مقرمشة وما شاء الله عليها. ولا في شوف الزيت زي ما هو. شوف العلو بتاعها. طبعا أنا محضرة الشوكولاتة. محضرة الشوكولاتة بقى، سخنتها جبت شوكولاتة خام وبشرتها وحطيتها في الميكرويف وسيحتها. حطيت بس معلقة زبدة فيها بس عشان تفك معايا بسرعة، وحطيتها ثواني في الميكرويف وفكت معايا وبقت زي الفل. يعني تبشر الشوكولاتة وتحط فيها معلقة زيت أو سمنة أو زبدة، وتحطيها في الميكرويف 3 ثواني، وبعد كده تسيح معاكي، وبعد كده تزيني بيها براحتك. ادي كده شكل الدوناتس. يا سلام يا سلام على التكات والحركات. شوف العلو ايه الجمال ده. والله كمان طعمه روعة. الطعم كفاية طعمه. انا عملت كميه على فكره، انا بيومين وبعمل في الموضوع ده يعني. العجينه زادت معايا، عملت انها امبارح والنهارده، لان بتقطع صراحه معاكي كتير. شوفوا الواحده بتنزل ازاي وبعد كده بتعلى تيجي ايه. فحلوه وما شاء الله سهله على الاخر. طبعا قلب هنا من هنا بس ايه، انا زودت في الموضوع ده. زودت المفروض يبقوا 3 بس انا حطيت 4 كده، زنقوا على بعض. بس ان شاء الله هيظبطوا ويبقوا زي الفل. ما تكتروش البيض، لان البيض انتوا من اول لو حطيتوا بيض كتير هيعمل معكم، هيحمر بسرعه. اما تخلي اللون حلو كده من لونه ذهبي. ما تكتروش في البيض. ده هي بس عباره عن بيضتين. ادي كده زيناهم بشويه فرماسيز قلنا عليهم. الشوكولاته عجبناهم، قالب شوكولاته ب15 جنيه. وشوف عمل كميه بنقول يعني والله لسه في زياده. يا دوب بس انت تبشريه. يا دوب بس تبشريه وتحطي عليه معلقه زبده وتحطيه على المكريف، او عندكيشه هتسخنيه على الحمام سخن كده ميه. شوف والله ما شاء الله عليه. شوفي ما شربش ازاي زيت،
ومخمر ازاي زي الفل. وتاكليه بالهنا والشفا، وان شاء الله هيعجبكم على الاخر على الاخر، وتاكلوه بالهنا والشفا. بس ما تنسوش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش تعليقاتكم هي اللي بتحمسني ان اقوم واتحرك واعمل في المطبخ. على فكرة صح نسيت، دي الحركة الأخيرة، يعني شوف دي الحطة الأخيرة، يعني زي ما بيقولوا الجلية الأخيرة دي. يعني شوف دي الزيت والله قاعد زي ما هو ازاي. وشوف آخر وحدات دول، شايفين اللقم الصغيرة دي؟ شايفين دول اللي قطعناهم اللي طلعناهم دول؟ دي الحطة الأخيرة. يعني شوف منظر الزيت وشوف كمية الزيت ازاي. طبعا انتوا عارفين التزيين ده عشوائي، بس أكيد انتوا هتزينوا وهتخلوه أحسن مني 100 مرة. إن شاء الله هتعملوه وهيعجبكم على آخر. مع ألف سلامة.